السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم أسرار الجمال. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم جيتكم بوصفة زوينة بزاف باش تحصلي على اللون الأشقر في الشعر ديالك. العديد من النساء كيبغيو يصبغوا شعرهم، ولكن كيخافوا من ان الشعر ديالهم يتضرر لهم بسبب الصبغات اللي كنستعملوا، اللي كيكون فيهم نسبه كبيره ديال الامونيا اللي كتاذي الشعر، او بالنسبه للميش او للبلايش. فضروري كيبغيو انهم يبدلوا اللون ديال الشعر ديالهم، اولا كيبغيو يبدلوا اللوك. هنا جبت لكم وصفه طبيعيه 100% البنات للحصول على الشعر الاشقر. هاد الوصفه زوينه بزاف، مكونات طبيعيه غادي تستعمليها. بالنسبه الا كان شعرك كحل غادي تستعمليها جوج مرات في الشهر باش يلا كتحصلي على داك اللون الاشقر. اما الا كان شعرك مفتوح فكتحصلي على اللون من اول استعمال، يعني النتيجه ديالو كتبان من اول استعمال. وصفه طبيعيه بالمئة 100%، مقادير طبيعيه. تابعوا معايا الفيديو. الاهم في هذه الوصفه هي طريقه التحضير قبل المقادير. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم البنات اللي كتشجعني بزاف بزاف وكيوصلوا الفيديو ديالنا لاكبر عدد ممكن من المتابعين. هنا في المقادير ديالنا غادي نحتاجو بيضه كامله. كما كتشوفوا هنايا بيضه كامله غادي نحتاجوها تكون درجه حراره المطبخ، يعني بالبياض والاصفر مع بعضياتهم. غادي نحتاجو ايضا هنا لجوج اكياس ديال النسكافيه، اي ما يعادل معلقه كبيره. بالنسبه للنسكافيه انا كانت عندي ديال القرعه، ما بغيتش نستعملها لان كتجي صعيبه في انها تذوب، لان كيكون الحبيبه ديالها غلط. فاستعملت انا جوج اكياس ديال النسكافيه. بالاضافه الى خل التفاح. بطبيعه الحال انا قلت لكم الفوائد عديده ومتعدده ديال خل التفاح، وقلت لكم البنات غير شريو لان غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات فيهم خل التفاح. غادي نحتاجوا الصابون البلدي، فهو غني على التعريف لانه كيحتوي على نسبه عاليه من الزيوت. غادي نحتاجوا ايضا غير هو الصابون البلدي، عفوا ما خصوش يكون فيه العكرفاتي اولا فيه المناسبات، يعني صابون بلدي طبيعي. غادي نحتاجوا لدانون مسوس. غادي نحتاجوا هنايا الزيت كيف ما كان النوع ديالو. انا هنا غنستعمل زيت الخروع. عندكم زيت جوز الهند تستعملوا، ما عندكمش تستعملوا الخروع، استعملوا اي نوع من انواع الزيت، واخا تستعملوا حتى زيت الزيتون ماشي مشكل. انا غنحتاجوا ربع، مش ربع ملعقه، نصف ملعقه صغيره من الكركم. الكركم ضروري البنات خاصو يكون مطحون على يديكم. المكون الاخير اللي غادي نستعملو هذا كيبقى اختياري. بغيتي تخلي الوصفه طبيعيه 100% ما ديريش، بغيتي باش تحصلي على نتيجه زوينه خصوصا الناس اللي كتعاني من الشيب بزاف غتستعملي ديكاباج نمره 6 او ماء الاوكسيدون او اوكسيدونت اللي كيكون عنده الفوليوم ديالو 20 فوليوم هو 6% اللي هو ديكاباج رقم 6، وكتكون 30 اللي هو ديكاباج رقم 9. هنا غنبداو بطريقه ديال تحضير هذه الوصفه. هذه صافي عاديه جدا. غادي ناخذ واحد البول اللي غادي نخلط الوصفه، اللي غادي نتحكم انني نخلط فيه الوصفه. ضروري يكون البول شويه كبير باش نتحكم نخلط فيه الوصفه. غادي نهرس البيض ديالي بهذه الطريقه هذه. غادي نخلط البيض جيدا حتى كينسجم داك البيض مع الاصفر. كما كتعرفوا ان البيض فيه نسبه عاليه من البروتينات، كيغذي الشعر. اغلب الشامبوانات او الكريم اللي كنستعملوهم او البلسم اللي كنستعملو كيكون اغلبيتهم مصنوعين من البيض، يعني عنده فوائد بزاف على الشعر، واحتوائيه ايضا على الكبريت اللي كيعطي الشعر ديالو، اللي كيغذي الشعر من جدر. هنا غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال خل التفاح. خل التفاح بطبيعه الحال عنده فوائد عديده. سبق لي انني حضرت معكم وصفه قبل، وهنا كنحضر معكم في هذه. وبالنسبه لخل التفاح هنايا الدور ديالو انه ما كيبقاش ديك الزفوره ديال البيض كتبقى لنا في الشعر. ثاني حاجه كيقوي البصيله ديال الشعر، يعني خل التفاح غني على التعريف. حاجه وحده انكم تاخذوه من الباغا فارماسي او من مشي هذا اللي كيبيعوا برودوي كوزميتيك، يعني ما ديروش الخل التفاح اللي كيكون مجهد، اللي كيكون مصايب، يلاه مصايب وكيتباع. علاش؟ لان هذا كيكون مجهد، النسبه ديالو مجهده على الفروه ديال الراس وعلى البشره. هنا غادي من بعد ما خلط الخليط جيدا غادي نزيد عليه جوج معالق ديال الصابون البلدي. الصابون البلدي عنده فوائد هو زوينه بزاف على الشعر. انا بالنسبه للصابون البلدي ما تستعملوش في وصفات للوجه لان راه كيضر البشره، وانما وصفات للشعر فماشي مشكل. فهو كيتصنع من بقايا ديال الزيوت ديال زيت العود عفوا، وفي بزاف ديال المكونات. مهم ان شاء الله من بعد غادي نشارك معكم وصفه تحضير الصابون البلدي. اللي ما كيلقاوش الصابون البلدي غادي نشارك معكم وصفه ديال التحضير ديالو. كنبداو نخلطوا هذا الخليط جيدا. بطبيعه الحال هنا غياخذ لكم واحد شويه الوقت على مدى الصابون البلدي. كيكون شويه ثقيل في ملي كتبقاي تحركي كيكون شويه ثقيل، مي غير بداو حركوا البنات، حركي بهذه الطريقه هذه
عادي جدا، راه غادي يذوب لك دغيا دغيا وغادي يبدا يعطيك بحال الخليط كما كنقول كاراميليزي. يعني ملي غتبقاي تهزي غتهزي بحال كتهزي الكراميل. يعني حتى كيذوب هذاك، واخا كيبقاو فيه طريفات في الاخر بهذا الشكل هذا مثلا غيبقاو طريفات مع الخليط، مع غتزيدي المكونات الاخرين، مع غنضيف المكونات الاخرين ومع التحرك راه دغيا كيذوب. يعني ما كاين حتى شي اشكال، غير استمري في التحرك بهذا الشكل هذا وصافي. يعني من بعد راه غادي يذوب، راه سهل الذوبان. غير هو ضروري الصابون البلدي كما قلت لكم ما يكونش فيه المناسبات. مع انا اكثريه الصابون البلدي اللي كنستعمل يا اما كيكون فيه النيله ولا كيكون فيه العقر فاسي ولا كيكون، يعني كنصايبهم. ولكن هذا خاصو يكون بيور طبيعي 100%، ما يكونش فيه لا النيله لا حتى شي حاجه، حتى العقر الفاسي ما يكونش فيه، باش يعطينا اللون المطلوب. صافي هنا غادي نستمر كما شفتوني انا هنايا باش نقطع الفيديو باش تشوفوا المراحل، باش نحرق لكم المرحله. كما كتشوفوا راه كنبقاو نخلطوا يعني عادي جدا. يعني كيبدا يتجبد لنا داك الخليط على الشكل بحال الشكل ديال لا كريم. يعني غتبقاي تخلطي بهذه الطريقه هذه عادي جدا. صافي من هنايا غادي يبقاو داك الحبيبات الصغيورين من بعد غادي يذوبوا. صراحه وصفه رائعه جدا البنات، انا كنت كنديرها شحال هذه، وصفه اكثر من رائعه، زوينه بزاف، كتعطي نتيجه. وكانوا كيحماقوا اللون اللي كيكون يتخرج لي في شعري. غير انا مع الجذور كتكون شويه غاماريه الكحوليه، يعني كنديرها جوج مرات في الشهر باش كتعطيك اللون المطلوب. حيت المره الاولى كتعطيك اللون مفتوح ومن بعد كتبدا تعطيك اللون المطلوب. هنا غادي نضيف نصف ملعقه صغيره فقط ديال الكركم. كما قلت لكم انا الكركم ضروري ومؤكد، يا اما تشريوه وطحنوا على يديكم او لا تطحنوا عند شي عطار اللي هو كيكون ثقه غيطحن لكم الكركم بيور. البنات ضروري، انا حتى في الطياب ديالي كنبغي الكركم يكون بيور، ابار انني على الوصفات التجميليه اولا هذه فضروري خاص الكركم يكون مطحون على اليد باش كيعطي حتى البنه في الطياب، وفي نفس الوقت كتستافد منه في البشره ديالك وكتستافد منه في الوصفات بهذه الطريقه هذه. كما شفتوا البنات دابا ملي كنحرك كما كتشوفوا الخليط داير بحال الكراميل. يعني كتبقاي تخلطي وهو انت كتبقاي تضيفي دوك المكونات وكتبقاي تخلطي مزيان وهو كيتكاراميليزا بوحدو، لان داك كيبدا يذوب داك الصابون البلدي. صافي هنا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي اولا دانون مسوس. ضروري يكون مسوس البنات لان كيعمل على ترطيب الشعره. كما كتعرفوا كيتساوي على الخمائر خمائر اللبنيه وكيعمل على ترطيب الشعره. وفي ايضا الدهون اللبنيه كي كنعرفوها كترطب لنا الشعر. صافي غادي نخلطوا داك لاكريم ديالنا بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا حتى غادي تفتح وغيفتح لنا اللون. كما كتشوفوا راه اللون اللي كان قبل ماشي هو هذا اللون هذا. يعني هاد الياغورت الطبيعي راه كيفتح اللون. صافي غادي نبدا نخلط بهذا الشكل هذا مزيان. من بعد غادي نضيف معلقه كبيره ديال نيسكافيه اللي كتعاون على اللون باش يشد لنا في الشعر. انا هنا كما قلت لكم غادي نضيف 2 اكياس ديال نيسكافيه العاديه لان عندي غير ديك نيسكافيه اللي كتكون حبيباتها غليظه كتجي شويه صعيبه. نيسكافيه جولد كتجي شويه صعيبه انها تذوب في وصفه بعض الوصفات. فمن الافضل انكم مثلا عندكم وصفه بغيتو تستعملوها سواء الوجه ديالكم او الشعر ديالكم تستعملوا هاد نيسكافيه اللي كتكون سهله جدا. يعني الحبيبات ديالها عاديه، سهله جدا انها تذوب وتنسجم مع المكونات ديال الوصفه. صافي غنزيد نستمر بالتحريك. كما كتشوفوا اي مكون كنضيفو ضروري كنستمر انني كنبقى نحرك. ما خصكش توقفي على التحريك باش ينسجم كل المكونات وتذوب لنا كاع المكونات كيذوبوا. شوف البنات هذاك في الاول قلت لكم داك الطريفه ديال الصابون البلدي دابا ما بقاوش كيبانوا نهائيا. قلت لكم راه مع التحرك المستمر غادي تذوبوا غادي تحصلي على شكل كريم يعني بحال كراميل. غادي تبدي بهذاك الشكل بالمعلقه يعني بحال شكل كراميل بحال كتبدي الكراميل. صافي غادي نستمر بالخلط بهذه الطريقه هذه. من بعد شنو غادي نضيف؟ غادي نضيف ديكاباج نمره 6 او الاوكسيدونت 20. اوكسيدونت 20 اللي هو ديكاباج نمره 6. البنات هاد ديكاباج بغيتو تستعملوا ما بغيتوش تستعملوا ما تستعملوش. الوصفه كافيه وافيه بلا ديكاباج. بالنسبه واخا استعملتوا ديكاباج راه ما كيأثرش على الشعر، ما كيأثرش على الشعر نهائيا. انا شعري كنت كنستعمل هاد الوصفات وفيهم ديكاباج ما عمره خسر لي شعري نهائيا، بقى شعري هو علاش؟ لان اصلا الشعر كيبغي العنايه. يعني واخا تصبغي بالصباغه عاديه او صباغه طبيعيه خاص مورا داكشي خاصه ضروري العنايه. مره ديري ليه حمام الزيت للشعر، مره ديري ليه هذا الوصفات، مره ديري ليه بحال دابا مثلا ماسكات مغذيه للشعر. يعني ضروري البنات. هنا بالنسبه لهاد نمره 6 يستعملوها الناس اللي كيكون عندهم الشيب في الراس.
يعني كيكون عندهم الشيب باش يحصلوا على نتيجه مزيانه يستعملوا النمره 6. ما عندكش الشيب تستعملي غير نمره 9 فقط، كيكون هو مايل للخضوره. هاد النمره 6 راه ابيض، ولكن النمره 9 كيكون مايل للخضوره. صافي وكنخلط هاد المكونات جيدا بهاد الطريقه هادي. صراحه هاد الوصفه انا غادي نشاركها معكم، مي ما غاديش نقدر نديرها انايا، ولكن غادي نعطيها لقريبتي غديرها ان شاء الله، لان انا دايره البلايش فما غاديش نقدر ندير هاد الوصفه هادي. صافي وغادي نخلط داك المكونات جيدا بالطريقه هذه. هي ديك معلقه ديال ديكاباج راه كتعاون انك يشد لك اللون شعرك دغيا. صافي هنايا اخر مرحله غادي تضيفوا فيها الزيت يا اما عندكم زيت جوز الهند، من الافضل يكون عندكم زيت جوز الهند ولا زيت الخروع. زيت الخروع افيكاس للشعر. وبالنسبه لثلاثه الزيوت هما افيكاس للشعر، عندك الصبار والخروع وجوز الهند. يعني البنات هادو خاصهم يكونوا عندكم في الدار ضروري ومؤكد. في حمام الزيوت ديروهم. الصبار راه خطير البنات للشعر، انا كنت كنستعملو من صغري، كنستعمل الحمد لله الصبار كانت كنستعملو ليا الوالده. يعني شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. راه الصبار اللون الزيت ديالو اللي كتكون لون خضره اللي هي الفري، ماشي المغشوشه. الفري راه كيكون اللون الخضر ديالها. وبالنسبه لزيت الخروع راه كتكون عاقده، كتكون بحال كتلصق في اليد، راه ما كتكونش الماء. وبالنسبه زيت جوز الهند راه غني على التعريف، يعني ما يحتاج نقول لكم، اصلا كيكون متجمد، يعني كدوبيه شويه في حمام مائي باش يلا كتحصلي على ديك النتيجه. صافي هاد الوصفه هي كما شفتوا كنخليوها بواحد المده ديال 10 دقائق، كنبداو نابليكيوها على الشعر ديالنا. كتشديها بشعره بشعره وكتبقاي تابليكي طريف طريف، وكنتي كتجبدو انت كتابليكي وانت كتجبدو انت كتابليكي حتى كتابليكي الشعر ديالك كامل. صافي من بعد كديري واحد بابي سولوفان اولا بوني بلاستيك اللي عندك ديال لي ماسك ديال الشعر، كتخليها البنات من ساعتين الفوق، ما كديباسيش 5 السوايع. انت واللون اللي بغيتي من ساعتين الفوق، يا اما ساعتين 3 وانت كتراقبي اللون اللي بغيتي. في الحالات طبعا الا هو اللون غيشد لك الا كان شعرك كحل، فغير انا كنصحك تخليها واحد 4 سوايع 5 سوايع وتغسليه. ولكن الا كان شعرك ديجا فيه شي لون اخر وهذا ما تباسيش ساعه ونص ساعتين وتراقبي اللون ديالك الا كان الشعر ديالك مفتوح. صافي البنات هذه هي الوصفه ديالنا ديال هذا اليوم للحصول على شعر الاشقر. باش تحصلي على شعر اشقر طوندونس ديال 2023 و 2022. ما تنساونيش تضغطوا على اللايك وتشتركوا في القناه اللي مازال اشتركش وتفعلوا الجرس. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.